السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا رب العالمين. اليوم بقدم لكم ألذ كنافة في البيت تنافس كنافة محلات الحلويات، ويلا معايا على المطبخ أوريكم طريقتها وبعض المعلومات، ونقول بسم الله. وعندي هنا باكت كامل من الكنافة، أفتها وهي مجمدة، هذا أفضل شيء إنها تكون مجمدة علشان تنفت معايا بسهولة. ومهم يا بنات إنه ما يكون مطول الكنافة عشان تطلع معكم ممتازة. مهم إنها تكون ما هي مطولة في التخزين. نفتها ناعم بهذا الشكل، مهم إنها تكون ناعمة، ونضيف لها ربع كوب من السكر، هذا سر من أسرار تماسكها وهشاشتها وقرمشتها. وأيضا نضيف لها كوب أيضا معياري من الزبدة السايحة، مهم إنها تكون سايحة، مهم إنها تكون كلها زبدة، هذا أيضا سر من أسرار نجاح الكنافة، تطلع معكم زي حقة المحلات. مهم نفرك الزبدة تماما حتى تتشربها الكنافة بهذا الشكل، شايفين، والكنافة ناعمة. بعد كذا أجيب الصينية، ومهم جدا إني أدهنها بكمية وفيرة من الزبدة علشان تساعد في توحيد تحمير الكنافة. ونحط نص كمية الكنافة نفرشها في الصينية ونوزعها بالتساوي، وبعد كذا نضغطها بقوة بكوب أو بأي أداة. مهم أول طبقة نحن نضغطها بهذا الشكل علشان يطلع شكلها مرتب. بعد كذا أخذت علبتين قشطة معلبة وحطيتها في على أول طبقة. وإذا حابين الحشوة إنها تكون مطاطية معاكم زي حقة المحلات، حطوا كمية وفيرة من جبنة الموزاريلا. ونكمل آخر طبقة ونضغط ضغط خفيف، يعني مو زي أول طبقة ضغط قوي علشان ما تخرب معنا القشطة. وبعد كذا نحطها في فرن مسبق التسخين على درجة 170 فقط من تحت حتى تتحمر الأطراف. وبعد ما تتحمر أطرافها نعرف إنها تحمرت من تحت، ونولع بعد كذا من فوق. وحتى تتحمر معانا خلاص الطبقة اللي فوق، نبدأ نسقيها بالشيرة وهي حارة، والشيرة باردة. وطبعا الشيرة قوامها متوسط، سبق وأعطيتكم أنواع الشيرات. وبعد كذا نحطها في الثلاجة. وإذا كانت الحشوة طبعا فيها موزاريلا، لا ما نبردها علشان نبغى المطة تكون معانا. أنا بردتها وبعدين طلعتها وزودت عليها شيرة من الطبقة اللي فوق، لأن فيها قشطة ما فيها موزاريلا، فأنا بردتها، أحبها تكون شوية باردة. وبعد كذا قطعتها، شوفوا جمالها، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، تفتح النفس وتنافس كنافة المحلات، لأني مشيت عليها بدق التفاصيل طلعت معايا بهذا الجمال، لأن المكون اللي فيها كله زبدة، ولأنها مفرومة ناعم، ولأنها توها جديدة تاريخها يعني ما هو مطول. وأيضا إضافة السكر زي ما قلت لكم، هذا أيضا من أسرارها. وأيضا دهن الصينية بكمية وفيرة من الزبدة يساعد أيضا على توحيد تحميرها من تحت. كل الشغل اللي سويته فيها والتكنيك يعطيكم أفضل كنافة ممكن تذوقونها، أفضل من كنافة المحلات.